غبنا عليكم انا عارف. قلنا على ما تخلصوا خناق مع بعض. نكون جهزنا لكم موضوع من نوع خاص. هنفتح معاكم النهارده ملف شائك ناس كتير اتكلمت فيه وكانت بتهب، بس احنا مش جايين نهب. احنا جايين نعرض عليكم الحقائق والاراء والاختلافات بدون تجميل. هنتكلم عن الجواز في مصر والصعوبات اللي بتقابل الشباب، ونبين الاختلاف ما بيننا وما بين البلاد التانية والاقاليم كمان. هنفتح معاكم النهارده سلسلة حلقات عن الجواز وسنين. والمشاكل اللي في كل بيت، ونقول لكم عن المستخبي من ساعة ما الجواز يبدأ كفكرة، مرورا احنا بنشتري راجل لحد مشاكل الراجل مش بيقدر وما بيحتويش، والست مش ملزمة. جهزوا نفسكم عشان تسمعوا معانا الحكاية من أولها لآخرها. أهلا بيكم في أولى حلقات الموسم الثالث من برنامج بيئ الحق والناس. الطريق للجواز في مصر مش سهل، ده طريق في منطقة ألغاب، كل خطوة فيه مربوطة بتقاليد وطلبات وأعراف مش موجودة ولا في الشرع ولا في العقل. والحياة الزوجية عندنا بتمر بمراحل وخطوات كتير. خلينا نبدأ من أول نقطة. تخيلوا معايا شاب موظف في شركة مرتبه 8000 جنيه قرر يتقدم لزميلته في الشغل، لكن أول ما يقول هتقدم لها بيدخل في الدوامة. أول حاجة مقابلة الأهل عشان يتكلموا على الشقة والشبكة والمهر والقايمة والجهاز والفرح، ودي أهم النقط اللي بيتكلموا فيها. والترتيب ده مش من الإسلام، ده من العرف، والعرف مختلف في اختلاف البلاد. والأسوأ إن العرف مختلف في مصر نفسها من محافظة للتانية. وخلينا نشرح له. تبقى شايف البنت في الجامعة أو في الشغل بقالك سنين وأنت محترم وكاتم كل حاجة جواك علشان تمشي بالوصول، ولما تيجي تقول طب اروح اتقدم يجي الرد لا يا حبيب ماما ما ينفعش كده، لازم الاول تبعت الوسيط الدولي. عم حسن مثلا اللي بيقعد مع ابوه على القهوه يشربوا شاي ويغمسوا عيش بالملوخيه بقالهم 20 سنه، هو ده اللي هيحمل رساله السلام ويؤدي طلب الانضمام للعيله. يروح ماسك ملفك كانك مقدم على وظيفه في بنك مش داخل جواز. وبعد الفحص والمراجعه دي يا جماعه مؤهلات الشقه، دي الشهاده وده المرتب ودي الشقه، حتى الشقه لو في اطراف المجره المهم ان هي مكتوبه اسمه. وده ملف عيلته، تحريات مدنيه وعسكريه عن فرد ووضع اخواته وابوه وامه المادي، وبيعملوا بيبي في الليتر بوكس ولا بره. العيله تستقبله ويقعدوا يقلبوا فيه، يفحصوه يذاكروه ويعصروه في الاسئله كانه بيعمل كارد من البنك الدولي، ويعملوا اجتماع طارئ يقرروا فيه الشاب ده ينفع ولا نرجع الاوراق ونقول غير مستوفى في الشروط. الكلام ده انا جزء من الواقع، بس الحقيقه اوحش بكتير. اول كام سؤال بيدخلوا بيهم في لحن العريس: معاك شقه؟ في كم متر؟ ايجار ولا تمليك؟ شغال ايه؟ وظيفه ولا شغل خاص؟ قطاع عام ولا حر؟ مرتبك كام؟ عندك عربيه؟ خد بالك مفيش حد بيسال دينك عامل ازاي. اخلاق وبتصلي ولا لا؟ بتعرف تتحمل المسؤوليه؟ لا. الكلام ده اتشال من الامتحان. دلوقتي الشقه والمرتب والوظيفه الثابته والبطاقه الشخصيه للجواز بقوا يحددوا هل انت راجل كفايه ولا ما تنفعش حتى في قائمه الانتظار. بقينا في مجتمع بيقيم العريس مش على دينه ولا على سلوكه، لكن شقتك كم متر ومرتبك قد ايه. خلال ساعه التحقيق دي كل التقييم بيكون مالي واجتماعي، مش مهتمين بالدين، القيم، التوافق النفسي، كله ارقام. شايفين ان العريس ده مكنه صراف آلي مش شريك حياه، وده كده مش جواز، ده مزاج. تعدي المقابله يبقى وصلنا للتحدي الاكبر، الشقه. اهالي كتير يتشرطوا ان الشقه تكون ملك، تشطيب سوبر لوكس، وتكون كبيره اقل حاجه 3 غرف، ولازم تكون قريبه منهم او في منطقتهم، وما تكونش في بيت عيله، وده شرط اساسي. متوسط سعر الشقه 100 متر في منطقه متوسطه في الوقت الحالي 1,000,000 جنيه. بحسبه بسيطه الشاب اللي مرتبه 10,000 جنيه محتاج يشتغل 10 سنين عشان يجمع ثمن الشقه، ده لو افترضنا انه بيحوش مرتبه كله وما بيصرفش منه حاجه. في المقابل في دول تانية زي الخليج الأمور أسهل،
قطر والإمارات مثلا بتوفر سكن اجتماعي، السعودية بتدي للمقبل على الجواز قروض بفايدة صفر، والعريس مش مضطر يبيع روح عشان شقة. أما حبايبنا الصعيد الوضع مختلف شوية، غالبية الشباب بيتجوزوا ببيت العيلة اللي بيكون ملك طبعا، والعريس يطلع يشتغل في الخليج 6 سنين علشان يبني شقته ويقضبها. ده غير ان كتير من الدول حوالينا اسعار العقارات فيها اقل بكتير من عندنا ومتوفرة، وممكن الدولة تساعد الشباب زي ما قلنا وتوفر لهم مساعدات مادية او عينية او قروض ميسرة، وتكاد تكون معدومة الفوائد عشان بيت الزاوية. يا شباب لو رجعتوا للشرع هتلاقوا ما اشترطش شقة ملك، لكن العرف خلاها شرط أساسي، والناس ليس قول الله تعالى: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيماءكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. العرف هو اللي خلق المعركة دي. العرف طغى والدنيا بقت سباق على الملكيات. الواقع والعرف بيقول لو مش معاك شقة ملك مش هتتجوز، أو هتتعب على ما تلاقي حد يقبل إنك تتجوز في شقة جوه، والنتيجة تأخر سن الزواج. الشاب بيوصل سن 35 وهو لسه بيحوش تمن الشقة، والبنات بتكبر وهم مستنيين الفاس اللي هيجي يجيب مع الشقة الملك. بعد الشقة تيجي الشبكة. لما بيجي الكلام عن الشبكة أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، احنا عايزين شبكة ب150,000 جنيه. ازاي بس يا عمي؟ ده مبلغ كبير، اما اقدرش عليه. يا ابني ما ينفعش ليه؟ ده اختها جالها في ايام الرخص شبكة ب120,000 جنيه، وهتفتكر ان احنا جايين عليه ودي هديتك لعروسك، وكل واحد بيجيب بقيمته، وبعد كده لما تتجوزوا انتوا حرين مع بعض. الشبكة اللي هي هدية العريس لعروسته اتحولت لعبء إضافي على الشاب في الوقت اللي متوسط الرواتب فيه من 7 ل 8,000 جنيه. أنا كشاب مطلوب مني أجيب دهب ب100 أو 150,000 جنيه عشان أبدأ حياة أسرية، محتاج أشتغل سنتين بالراتب ده عشان أوفر طلباتهم من غير مصرف جنيه. ولما تيجي تقول كتير يقول لك شوف بنت خالتها عريسها جايب لها ده ب150,000 جنيه وهي مش أقل من ده. وإخواتنا في الصعيد بقى الوضع مش أحسن حاجة، طلباتهم في المتوسط بتوصل ل 250 جرام، وفي بعض القرى أو بعض العائلات الشبكة ممكن توصل ل 500 جرام، يعني نص كيلو دهب. والدهب عندهم شرط أساسي عشان الجوازة تتم. الموضوع ده مفيهوش فصال، لأنهم بيعتبروا الشبكة دي ضمان للبنت وبيعلوا على بعض. ما ينفعش تجيب زي أو أقل من آخر واحد جاب في منطقته، لازم تكون أعلى. في البلاد اللي حوالينا محدش بيتشرط في الشبكة على العريس إنه لازم يجيب عدد جرامات، لأنها فعلا بتعتبر هدية العريس لعروسته. وفي بعض دول شمال أفريقيا أو دول الشام بيكتفوا بخاتم للزواج بس. ولا المهر يا مصري، الحق الشرعي للبنت اللي تحول لفدية أقل حاجة 70,000 جنيه، ويقول لك يا ابني احنا بنشتري الراجل وهو اللي بيشتري الراجل. يا عمي يدفعوا مهر ب70,000 جنيه وعمك يرد عليه وانت مش هتدفعهم كاملين يا ابني، انت هتدفع جنيه والباقي هنكتبه مؤخر عشان لو فكرت ساعتها هتراجع نفسك 1000 مرة. ده انا حتى كرمك والله وما رضيتش اقول لك زي بنت عمك. انت عارف كان مكتوب لها مهر كام؟ 100,000 جنيه. طب ونقزوني يا عمي، ده كده هيخرب بيتي وهياخد نسبة من المؤخر، وعمك يرد عليك ويقول لك هو انت مش شاري ولا ايه؟ المهر في الدول العربية زي الخليج مثلا بيكون مرتفع شوية، بس بيختلف من منطقة للتانية، لكنه برضه بمبالغ معقول، لأن تكاليف السكن والمعيشة بتكون مريحة، وبيدفع مقدم الصداق فلوس في ايد العروسة تجيب بيه لبسها وحاجتها. وفي دول شمال أفريقيا زي المغرب وتونس والجزائر بيكون أقل من كده بكتير، وبيبقى فيه تيسير في أمور الزواج. لكن لازم واحنا بنقارن ما ننساش فرق الدخل بيننا وبين المواطن الخليجي. دخل الفرد بيكون أعلى وعنده القدرة المالية إنه يدفع المهر المعلن من غير ما يبيع كليته، والمجتمع والأسر هناك بتيسر على الراجل طالما ارتضوه زوجا لبنته. كلامكم بيربطنا بنقطة مهمة جدا، الشرع واضح، فآتوهن أجورهن فريضة، والمهر هو شرط أساسي من شروط الزواج بعد القبول، ومقداره بيتفق عليه الطرفين لكن من غير مغالاة. الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، صدق الرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمهر ده حق للبنت تتصرف فيه زي ما هي عايزة، لكن الواقع إن كتير قوي من الأهاني بيسحبوه من البنت ويستخدموه في المصاريف. اللي بيحصل دلوقتي إن المهر بيقطم ظهر الراجل، وفصلوا الذهب اللي بيتفقوا عليه بمبالغ مرتفعة وجرامات قد كده عن المهر، وقال دي هدية العريس. طب في حد بيتفق على هدية؟ ما هو مفيش حد بيجيب هدية ب100 ولا ب200,000 جنيه. طالما اتفقنا على مقدار الذهب يبقى هو المهر أو جزء من المهر. المهر ده منه المقدم ومنه المؤخر، والمؤخر ده شرعا دين على الراجل يستحق في أقرب الأجلين، إما الوفاة أو الطلاق. والأهالي اللي بيقولوا ده تلمين للمرأة عشان لو راجل فكر يطلق يا يتراجع يا يدفع دم قلبه اللي وراه واللي قدامه. ده ظلم للراجل وتضييق عليه. الطلاق
هو أبغض الحلال، بس ربنا سبحانه وتعالى ما حرموش وجعله وسيلة أو سبيل إذا استحلت العشرة ما بين الزوجين. تأمين المرأة بيكون باختيار الزوج الصالح التقي القوام، مش بإني أحط مهر ومؤخر تعجيزي خليه ما يطلقش بنتي عشان خايف من مؤخر. وبكده نكون خلصنا أول 3 وحوش في طريق الجواز: الشقة، الشبكة، المهر. ولو دول بس خلوك تقول يا رب استر، استنى لما تسمع اللي جاي. احنا لسه ما دخلناش على المرحلة اللي بتهد رجالة وبيوت وخطوبات في ثانية: الجهاز والقايمة والفرح، المرحلة اللي بتقلب الجوازة من حلم لمعركة. الحلقة الجاية هنفتح باب مظلم شويتين: الطلبات اللي ملهاش آخر، والبنود اللي بتتكتب كأنها اتفاقية سلام، والفرح اللي بيبتدي بليلة العمر وينتهي بديون العمر. استنونا، لأن اللي فات كان حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص.